خوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي العزاز، أول حاجة راه عندنا التفاعل قليل في هذه القناة هذه. الله يجازيكم بخير الخوت اللي دخل لي فيديو ديالي، اللي دخل القناة ديالي وعجبو المحتوى، الله يجازيكم بخير. ما تنساوش التفاعل، لي جيم ولي بارطاج وتابوناو معنا، الله يجازيكم بخير، باش بقاو دائما نهضروا في مواضيع ونحلوا ونناقشوا. الله يجازيكم بخير خوتي. يعني ما كنديروش شي حاجه اللي تغضب الله، ولا كنطيحوا الهضره، ولا كنديروا شي محتوى اللي يسيء بالسمعه ديال الاسلام ولا المسلمين. كنهضروا كي ايتها الناس وصافي. كنشاركوكم داكشي اللي في قلبنا وداكشي اللي كنبغيو نخرجوه كنشاركوه معاكم. لهذا خوتي ما تنساوش، الله يجازيكم بخير، البارطاج لو ماكسيموم وتابوناو معنا ولي كومونتير زوينين حفزونا باش نزيدو شويه لقدام. خوتي العزاز، في هذا الفيديو هذا جيت نهضر على واحد الظاهره اللي راني نشوفها بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي، وسيرتو في تطبيق تيك توك، اللي راها صاريه ما بين خوتنا، كنقولها وكنعاود، خوتنا لي زالجيريان وخوتنا المغاربه. انا كمغربي من هذا المنبر كنكن كل الاحترام لخوتي الجزائريين، هذوك خوتي ودمي ولحمي. بغاو يقولوا احنا مطبعين، بغاو يقولوا اي حاجه، الله يسهل عليهم، وربي راه فوق كل واحد. احنا ما غاديش نحاسبوا لان الله هو اللي كيحاسب. هاد الظاهره خوتي العزاز راني كنشوفها بزاف في لي لايف في تيك توك، السبان والمعايره والماينات وطيحه الهضره. واش غادي نقول لك اخوتي، واش غادي نقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني واحد التطياح ديال الهضره ما تقولوش لهدوك. كيسبوا المغاربه والمغاربه عاود يسبوا لي زالجيريان، يعني كيبغيو يبينوا شكون هو البطل من وراء الكاميرا. البطل اخي العزيز هو اللي كيجاهد في نفسه، هو اللي كيجاهد في سبيل العائله ديالو، هو اللي كيجيب القوت ديالو بالحلال. البطل هو اللي ما كيخطيش الفجر، البطل هو اللي كيصلي صلاته في الوقت، البطل هو اللي كيرسم حياته وكيرسم الاهداف ديالو وكيشوف فين غادي يوصل. واحد الهدف اللي يكون يرجع للحياة ديالو بواحد، كما نقولوا، بواحد الحاجة اللي غادي هو يرتاح لها. هذا هو البطل، ماشي البطل هاز كيت ودايرو هنا وكيبقى يسب في خوه المغربي، ولا البطل ان مغربي كيبقى يسب في خوه الجزائري. حنا كلنا اخوه، احب من احب وكره من كره، لان الله هو اللي خلق هاد الحياة هكا دايرة. هادوك خوتنا وجيراننا هما بغاو يقولوا العكس، الله يسهل عليهم. المهم انا كنقول داكشي اللي عندي وداكشي اللي قريته في التاريخ، لان الجزائر والمغرب تجمعهم روابط، كما نقولوا فيها روابط وطيدة، يعني واحد الحبال اللي ما يتقطعوش، واحد الحبال اللي ما نعرف. الجزائر والمغرب من قدم العصور وهما إخوة، لأن احنا غير بكري في السبعينات والثمانينات على ما كيعاودوا والدينا وجدودنا، يعني كانت رابطاهم واحد الأخوة وواحد المحبة. الجزائريين كانوا يجيو هنا للمغرب، سيرتو مدن الشرق، يعني قرسيف، وجدة، تاوريت، بريكان، سيدي بوبكر، أحفير، مهم جل المناطق الشرقيه كانوا يجيو لها لي زالجيريان، وكانوا يضيفوا هنا، وكانوا يجلسوا بالشهرين 3 شهور عند المغاربه، وكانوا يعني يشريو حويجات ويوليو الجزائر. وكانت واحد المحبه وواحد. دابا تجي نتايا ما عندك حتى حرف في دماغك، عندك غير الوسخ في دماغك تبقى تسب، ولا مغربي عاود عنده غير الوسخ في دماغه يبقى يسب. انا نقول لك لا يا اخي، ماشي هادشي اللي راحنا باغيين. حنا بغينا نكونوا يد وحده، حنا بغينا نرفعوا رايه الاسلام، حنا بغينا نكونوا ضد اليهود، فهمت؟ حنا بغينا نكونوا ايد وحده، يعني رايه الاسلام تكون هي اللي فوق، هي اللي عاليه. ما تخليوش اخوتي العزاز اليهود والنصارى دخلوا بيناتنا وفرقونا، لان احنا الوحيدين في العالم اللي راه صاري بيناتنا هادشي، اللي هما الجزائر والمغرب. احنا الوحيدين اللي باقيين متدابزين وباقيين متعاندين بيناتنا في العالم
اللي باقي حدودهم مبلعة هما المغرب والجزائر. لهذا خويا العزيز، يا اللي راك دير اللايف، حاول الا لقيت ما تصلح صلح، وإلا لقيت ما تقول كلمة طيبة في حق خوك المغربي ولا في حق خوك الجزائري صلح، لأن هادشي راك غادي تحاسب عليه غدا يوم القيامة. أي واحد أي كان صيفته، سواء إنسان عادي، سواء أستاذ، سواء رئيس حكومة، سواء ملك، سواء رئيس، مهم هادشي كيتعمم على كلشي، لأن نحن في الأخير بشر، والله هو اللي فوق كل واحد، يعني هو الحاكم الكبير هو الله. فلهذا نحن رعية فوق هذه الأرض، نحاولوا نصلحوا، وربي راه كيقول صلحوا بين إخوتكم. باش ما تحاسبش خويا العزيز غدا قدام الله، انت راك مور الكاميرا، صلح، قول كلمة طيبة. لقيت شي واحد كيخسر الهضرة، حاول تربيه غير بالفن، حاول. يا أيها الجزائري راك خويا، يا أيها المغربي راه الجزائري خوك. حاولوا أخوتي، الله يرحم لكم الوالدين، حاولوا تقلعوا علينا هاد الشي. نتوما راكم كتبقاو تشوفوا الحاجة اللي فيها الغلط هضر عليها، ما غاديش نقولك ما تهضرش عليها. الحاجة اللي دارها جزائري ولا حاول تصلحو غير بالفن، دار غلط هضر عليه باش يتصلح، ولا مغربي دار غلط هضر عليه باش يتصلح. انا ماشي غادي نقول لك غمض ودير عين باش تنضر نتايا، ما تنضرش اخويا. الا قال فيك جزائري شي حاجه ماشي مزيانه غير بالفن، ولكن ماشي بالسبان والمدابزه وطياح الهضره باش غادي تصلحوا الموقف. صلحوه بادب، صلحوه بقرايه بدماغ، غير بالفن وغير بالهداوه كلشي كيتصلح. الله يجازيكم بخير. ولكن هادشي كامل اللي راهم دايرينو اليهود والنصارى ولي جينيرو ديالنا، لان لي جينيرو صراحه عمي تبون، السي تبون غادي يتحاسب على هادشي يوم القيامة، لأن المغرب مد يد المصافحة، المغرب مد يد المعاونة، لأن آخر خطاب لجلالة الملك نصره الله مد يد المعاونة وقال آجي ونتصالحوا، آجي ونكونوا إيد وحدة من أجل نصرة الإسلام ومن أجل نصرة العروبة. ولكن سي تبون لعبها فايق ولعبها كبير، قال لهم لا، انا ما نديرش كذا، انا ما نديرش يد السلام مع وحدين جابوا لنا اليهود هنا. حنا جبنا لك شي اليهود فين راهم؟ دخل المغرب شوف واش كاين شي اليهود. المغرب عايش بامن وسلام، انت اللي راك خالق هاد الفتنه وراك باغي تفرق ما بين شعبين وهما كتله واحده، انت اللي راك باغي تفرق الاسلام وباغي تفرق العروبه. الرسول صلى الله عليه وسلم وكان كيتاجر مع اليهود، ولكن كان حسابه في راسه، يعني الإسلام والرسالة اللي كانت على العاتق ديالو كان كيوصلها، ولكن ما كانش يعني كما نقولوا كان كيتاجر مع اليهود، كان كيبيع ويشري معاهم، ولكن في حدود. نهار تقيس لي حوايجي غادي نقيسك، هذا هو نفس الشيء المغرب دار معاهم هاد المعاهدات وهاد الشيء وهذا من أجل دور الحركة. وانت راك داير مع الشيعة، قال لك شي واحد حنا من بكري ما جبدنا هاد الشيء كاع، ولا الشيعة عاد اخطر من اليهود واخطر من كلش. لا حول ولا قوة الا بالله. حنا ما بغيناش نهضروا في هاد الحيتيات، ولا حول ولا قوة الا بالله. الله يصلحكم والله يهديكم. وهاد الشيء اللي كنوصل لخوتي الجزائريين والمغاربة، نطلبوا من الله العلي القدير ان يصلح شأننا ويرد لنا دماغنا باش نفكروا به مزيان، لاننا رحنا غاديين في الهاويه. وهاد لا جينيراسيون اللي راها طالعه وكتشوف هاد الشيء هذا، يعني سواء جزائري سواء مغربي، الا كان صغير وطالع مغربي غادي يكره الجزائري، ونفس الشيء بالنسبه للجزائري الا كان صغير وطلع غادي يكره المغربي، لان كترسخوا فيهم واحد الحاجه في قلبهم تاع الحقد ونتاع الكراهيه، بان المغربي هو عدوك او الجزائري هو عدوك. لا حول ولا قوة إلا بالله. نطلبوا الله يصلح شاننا. وخوتي الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. اللي عجبوا هذا الفيديو كما قلت لكم ما ينساش يبارطاجي مع خوتو
ويتابونا معنا ويخلي لنا شي كومونتير زوين، وإلا قلت شي حاجه ديال الغلط يخليها لي في كومونتير. حنا فعلا كاملين كنضحكوا بعض المواقف الطريفه، سواء على جزائري سواء على مغربي، كنضحكوا بيناتنا وكنخلقوها. ولكن وقت الصح صح، لان الجزائري اخي والمغربي اخي، خصنا نصلحوا بعضياتنا ونكونوا ايد وحده ونكونوا اخوه. الله يجازيكم بخير خوتي، وشكرا لكم. كما قلت لكم ما تنساوش تابوناو والبارطاج لو ماكسيموم، وشكرا لكم. يلا خوتي.